كانت بتقسم الأسبوع بين جوزها وعشيقها. منى خلصت على جوزها وقطعوه 35 قطعة. موتت جوزها هي وعشيقها وقطعوه 35 حتة، وكانت مقسمة للأيام بين جوزها وعشيقها. وأمها كانت بتاخد العيال عشان تسيبها براحتها مع عشيقها، عشان شايفة إن بنتها مبسوطة مع عشيقها. منى بنت عندها 19 سنة من الإسكندرية. اتقدم لها شاب أكبر منها ب15 سنة، وكان شغال في مصنع إزاز، وحياتهم كانت مستقرة مع بعض، وخلفت ولد وبنت. وبعدها جوزها تعب وكان بيتعالج، لكن كان بينزل الشغل عادي، فقررت عشان تشتغل وقتها ونزلت اشتغلت. وتعرفت وقتها على واحد اسمه إبراهيم كان شغال معاه في المصنع، وتعرفت عليه وبدأت تحكي معاه. وبعدها جالها البيت وحصل بينهم علاقة محرمة. وبعدها قسمت الأيام، عشيقها خميس يبات معاها ويمشي الجمعة آخر النهار. ورغم إن شقتها صغيرة، أوضة وصالة، بس كانت بتقدر تخبي عشيقها تحت الحوض ومرة تحت السرير. وجوزها كان بيجي تعبان من شغله وبيجي ينام على طول، وكانت بتديله كمان حبوب مخدرة علشان ينام وما يفوقش خالص. أمها عرفت بالعلاقة بينها وبين عشيقها، بس لما لقيت إن بنتها مبسوطة سابتها براحتها. لا، وكمان كانت بتاخد العيال عندها علشان تخلي بنتها براحتها مع عشيقها. الموضوع ده استمر 3 سنين، يعني فضلت تجيب عشيقها الشقة وتنيم جوزها 3 سنين كاملين. منى اتفاجئت انها حامل، ولما قالت لجوزها شك فيها وقال لها ازاي حامل وانا مريض وضعيف؟ قال لها انتي شكلك حامل من حد تاني. منى خافت وراحت قالت لامها وعشيقها باللي حصل من جوزها. فقررت امها ومنى وعشيقها يخلصوا على جوزها، وراحوا اتفقوا مع واحد ياخد 1000 جنيه ويخلص على جوزها، بس يضحك عليهم وخد الفلوس وما نفذش. وفي يوم الواقعة العشيق كان بايت عند منى، وكان يوم الخميس، وجوز منى جه فجأة ودخل اوضته عشان ينام. ويوم الجمعة الصبح قالت له النهاردة فرح بنت عمتك، خد العيال وهسيبك. منى دخلت لجوزها واتخانقت معاه، وعشيقها كان تحت الحوض مستخبي. قالت له انت موتت جوزها؟ قال لها عملتي ليه كده؟ كان هيموت في اي وقت بره بعيد عننا. بعدها خد جوزها ودخلوا الحمام وجاب آلة حادة وقال لها روحي الفرح عشان محدش ياخد باله. وعشيقها قعد وبدأ يقطع في الجثة 35 حتة، وراح خد الراس وركب تاكسي ورماها بعيد، وكل حتة كان بيحطها في كيس اسود ويروح يرميها في مكان مختلف. بعض الأهالي لقوا أشلاء وبلغوا الشرطة، ومنى رجعت البيت ولقيته متنظف كله. وبعدها بلغت الشرطة باختفاء جوزها علشان تشيل الشبهة عنها. والشرطة قررت تربط بين الأشلاء اللي لقوها وبين الزوج. وبعد التحقيقات اكتشفوا إن الزوجة هي اللي ورا الموضوع، واعترفت الزوجة بكل حاجة وقبضوا على عشيقها كمان.